بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كل يوم حيرة، كل يوم حيرة الأكل دي، مش عارفين هناكل ايه، هنتغدى ايه، هنفطر ايه، هنتعشى ايه. ووقت كبير جدا مهدور وضايع في موضوع الأكل ده. النهاردة لقيت نفسي حيرانة جدا، مش عارفة هعمل ايه، والوقت زنق عليا وقت الغدا خلاص ومش هينفع كده. قلت يلا ما بدهاش. رحت كده دعبست في المطبخ عشان ادور اشوف نفسي هعمل ايه. بصيت اول حاجة لقيت بطاطس، قلت يا فرج الله. بعد كده فتحت التلاجة لقيت القوطة ولقيت بصل ولقيت باقي المكونات بتاعتي. قلت خلاص ما بدهاش، صينية بطاطس حلوة قوي ونعمة فضل وجميلة جدا. طبعا بطاطس يعني طبق رز، طبق من الرز. كل يوم بنعمل رز بشعرية، رز ابيض، رز معرفش ايه. يلا النهاردة هنعمل رز مختلف، هنعمل الرز الاسكندراني اللي هو يا جماعة رزاية رزاية. يلا صلوا بينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدوا الله وقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبتدي في الوصفة بتاعتنا. قبل ما نبتدي يلا حطوا اللايك واشتركوا إن ما كنتوش اشتركتوا، واعملوا تعليق حلو كده يشجعني معاكم. اول حاجه جبت البصل كده ونضفته وغسلته حطيته قدام زي ما انتوا شايفين، والقوطه برضو غسلتها. وجبت البطاطس قشرتها طبعا، عشان اقطعها شرايح كده تكون ماسكه روحها شويه. كل المكونات دي خلاص، انا كده كل المكونات بتاعت الصينيه بتاعتي موجوده قدامي. مفيش غير اني انا هقطع البطاطس واضرب القوطه في الخلاط، وكمان هقطع البصل. قطعت القوطة زي ما انتوا شايفين كده عشان خاطر الخلاط ما يتضايقش ويزعل منها. وكمان قطعت البطاطس شرايح زي ما انتوا شايفين، وشرايح مش رفيعة عشان ما تدوبش في الصينية. وكمان قطعت البصل، ومش لازم تقطيعة معينة لان البصل مش هيفرق كبير ولا صغير، هو هيدوب مع الصينية اثناء السوا. فما تشغليش دماغك اوي يعني اي حاجة. آه المهم صلوا بينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدوا الله قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعي تنسي اللايك، ولو ما كنتش مشتركة اشتركي معايا، فعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اي جديد. جبت الصينية بتاعتي اللي هحط فيها المكونات بتاعتي، وحطيت البطاطس زي ما انتوا شايفين كده، وهجيب القوطة وكمان فوقها البصل زي ما انتوا شايفين برضو. سهلة جدا وبسيطة ومش محتاجة لا وقت ولا تفكير ولا اي حاجة. حطيت البطاطس، بعد كده حطيت البصل زي ما انتوا شايفين، وهجيب القوطة بعد ما ضربتها في الخلاط ضربا مبرحا كده اهو، وحطيتها فوقيهم. طيب ناقص ايه يا جماعة؟ ناقص ايه؟ ناقص ان انا اجيب التوابل واحطها فوقيهم. جبت شوية كزبرة مطحونة زي ما انت عايزة، توابلك براحتك. نص معلقة حلوة قوي. كمان جبت نص معلقة فلفل اسمر، وكمان كنت حاطة رشة كمون، ما تكتريش من الكمون قوي. و تبلي بالملح زي ما انت عايزة حسب ذوقك، انت تحط الملح حسب ذوقك. كل المكونات كده. ولازم حطيت كمان المادة الدهنية، انا هحط سمنة معلقتين سمنة، هم مفيش غيرهم مش هحط غيرهم. وبعد كده هاخد المكونات دي كلها واروح اوديها على البوتاجاز عندي علشان خاطر تاخد غلوتين تلاتة كده، يعني خليها 5 دقايق على البوتاجاز عشان خاطر تساعدني في السوا، عشان تدخل فرن تكمل سواها بس ما فيش غير كده وتاخد وش. حطيتها حوالي 5 دقايق زي ما انتوا شايفين كده، وهي بتغلي زي ما انتوا شايفين، وشكل الصلصة تحسوه كده اتغير عشان طبعا خد وده مع البصل ومع القوطة والتوابل والمادة الدهنية بتاعتنا اللي احنا حاطينها. فشكله بقي زي ما انتوا شايفين. زي وهي بتغلي كده كنت مسخنة الفرن، هاخدها كده هنا بيلي زي ما هي كده، واروح اوديها على الفرن عشان تكمل السوا بتاعها وتاخد الوش المطلوب. أكلة بسيطة وسهلة جدا جدا، ومش محتاجة أي افتكاسات ولا أي وقت ولا أي تفكير. حطيتها في الفرن وهسيبها كده، وكل شوية أفتح عليها. هي هتاخد لها يجي ساعة إلا ربع ولا حاجة جوه الفرن،
تستوي. وعلى بال ما تستوي قلت اعمل الرز، حمرت شويه كده زي ما قلت لكم انا هعمل رز اسكندراني، فحمرت شويه رز صغيرين الاول كده، حطيتهم على الماده الدهنيه بتاعتي، وهقلب فيهم لحد ما ياخدوا اللون الاحمر معايا. يلا حبيبتي، لايك واشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اي فيديو جديد. ولو الفيديو عجبك ان شاء الله هيعجبك، شيريه مع اصحابك وحبايبك. يلا كده زي ما انت شايفة، قولي لا اله الا الله محمد رسول الله، وصلي على النبي كتير. ربنا يفرج همنا كلنا يا رب العالمين، ويصلح احوالنا ويرحم موتانا ويشفي مرضانا يا رب العالمين، ووفق اولادنا ويسترها علينا دنيا واخرة يا رب العالمين. خدي بالك اي حاجة لازم ايدك تكون فيها عشان خاطر ما تتحرقش منك، ولازم تقلبي بسرعة كده، ما تخليش حاجة على الطرف ولا يمين ولا شمال، كله يتدخل كده مع بعض، وتقلبي عشان خاطر كله ياخد لون واحد ومستوى واحد. زي ما انتوا شايفين كنت بقلب بالمعلقة المعدن الاول، طبعا سخنت على ايدي جدا ما قدرتش استحملها، فغيرتها بالمعلقة الخشب. طبعا الخشب عازل للحرارة، فبيديكي فرصة ان انت ايه تتحركي وانت يعني ايه مرتاحة من غير اي اصابات. تمام، قلبي كده حلو قوي لحد ما يوصل معاكي للمرحلة اللي انت عايزاها. كده بقلب فيه بوريكي ان هو قرب خلاص يدخل على مرحلة اللون اللي احنا عايزينه، وايدي فيه على طول زي ما بقولك، ايدي فيه ما بسيبهوش ابدا. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي كتير يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفة بوريكي انت معايا كده على طول، ما قطعتش الكاميرا، كل ما بيدخل كده في التحمير. بصي بسم الله ما شاء الله، شايفة خلاص كده. بصي احمر اكتر اهو، بصي بقى لونه ذهبي، بس هديله شوية تاني كده عشان يبقى احمر. عايزاه كده خلاص برضو ممكن، بس هتلاقيه هيبهت شوية، يعني اديله تاني اكتر من كده شوية عشان تبقى الرزاية حمرا، ما تبقاش بهتانة معاكي بعد ما تخلصي اعملي الرز. احمرت خلاص، خدت اللون اللي انا عايزاه، وضفت لها باقي الرز معايا، وبقلب الرز كله في بعض لحد ما يختلط كده كله في بعضه. وهتني اقلب كده لمدة دقيقتين على الاقل، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. وصلت معايا لحد هنا، لو ما كنتش اشتركت اشتركي معايا، فعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اي جديد. اعملي كومنت حلو، وكمان اعملي لايك، اوعي تنسي اللايك. اللايك بالنسبة لي مهم جدا جدا، ففضلا وليس امرا حطي اللايك بعد اذنك. كنت بوريكي على المعلقة لونه ازاي وعمل ايه. كده انا زودت الشوربة بتاعتي على الرز، وزي ما انت شايفة الشوربة ما بتزيدش قوي على الحلة، يا دوب تكون مغطية الرز، ووطي خالص خالص وغطي واسيبه كده. خلاص استوى معايا وغرفته في الطبق ما شاء الله. زي ما انت شايفة الرزاية حمرا والرزاية بيضة ما شاء الله، هو ده الرز الاسكندراني. كمان الصينية بتاعت البطاطس ما شاء الله لا قوة الا بالله، زي ما انت شايفة الوش بتاعها جميل جدا. حمرت البطاطس مستوية جدا ومزبدة ما شاء الله لا قوة الا بالله. الرز استوى معايا زي ما انتوا شايفين، رزاية حمراء ورزاية بيضة ما شاء الله لا قوة الا بالله، جميل جدا. طبعا الوجبة سريعة واقتصادية وفي نفس الوقت مش مكلفة، وكمان يعني عايزة اقولك منقذة، منقذة جدا جدا في الوقت وفي المجهود. لو انت ما عندكيش وقت بسرعة بسرعة تعمليها، لو انت تعبانة ومش قادرة تعملي برضه بسرعة بسرعة هتعمليها، مش هتاخد منك وقت.
طبعا زي ما قلنا في البداية، حيرة الأكل كل يوم هنعمل ايه، هناكل ايه، هنتغدى ايه. فدي وجبة بصراحة منقذة جدا جدا. دي الوجبة فعلا أنا بسميها الوجبة المنقذة، لأنها سريعة جدا. تطبقيها على بعضيها كده وتحطيها في الفرن، وهتعملي يا دوب طبق الرز على على البوتاجاز وخلاص. وصلت معايا لحد هنا، ما تنسنيش في اللايك لو سمحتي، فضلا وليس امرا. اذا ما كنتش مشتركة اشتركي معايا وفعلي زر الجرس. لو الفيديو بتاعي عجبك شيريه. آه، طبعا بحبكم كلكم في الله، هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.